السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الشباب الوزداد في مواجهة أولمبي شال في الجولة السادسة والعشرين من الرابطة الجزائرية للمحترفين، مقابلة واعدة عن الكثير والكثير للشباب الوزداد الذي ينافس حتى الرمق الأخير من أجل اللقب، في حين أولمبي شلف لما لا؟ طبعا كأس الكونفدرالية يبقى حلم ويبقى طموح. هنا الشباب الوزداد في المركز الثالث ب 44 نقطة على بعد نقطتين متصدر، وبالتالي في حالة الانتصار سيعتلي للصدارة مؤقتا، في حين أولمبي الشلف في المركز العاشر ب 32 نقطة، 3 نقاط تغني الكثير والكثير يعني الصعود للمركز السابع. وهنا آخر 5 نقاط لكل فريق، أولمبي الشلف 3 هزائم، انتصار وتعادل، في حين بولوزداد 3 انتصارات تعادل هزيمة في آخر 3 مقابلات، كفة متعادل، انتصار لكل فريق، في حين مقابلة بالتعادل. مقابلة الإياب إن شاء الله تعالى ستقام على استاد محمد بومزراق، طبعا اليوم الاثنين على الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، على قناة الجزائرية الأولى. يذكر على أن مباراة الذهاب انتهت بهدفين مقابل الشيء للشباب بالوزداد.